ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، هي حلقه استثنائيه. مش هنتكلم عن قصه الانبياء ولا هنتكلم عن قصه نبي، ولكن هنتكلم عن رحله حصلت لنبي من انبياء الله، بل هو سيد الاولين والاخرين زي ما احنا عارفين عنه. زي ما انت اكيد توقعت، احنا هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج. هنحكي عن الرحلة دي، أسبابها إيه، توقيتها إيه، إيه الأحداث اللي ممكن تكون حصلت في الرحلة دي، ولو بحاجة بسيطة بس نقدر نعرف بيها كل اللي مش عارف بالرحلة دي أو ما قراش عنها أو ما عندوش وقت إنه يقرأ عنها، يقدر يسمع الفيديو ويكمله للآخر عشان يوصلوا القصة كاملة. بس لو أنت بتشوفني أول مرة، زي ما بقول كل مرة، انزل اشترك وفعل الجرس، دعمك بيفرق معايا بشكل كبير جدا وبكون مبسوط بتفاعلكم. يلا بعد الانترو نشوف قصة إمام الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج. مبدئيا رحلة الإسراء والمعراج ذكرت في موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول كان في سورة كاملة اسمها الإسراء، ودي بتبدأ السورة بإن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله العظيم، إلى آخر الآيات اللي ربنا بيوريك فيها بداية الرحلة اللي هي رحلة الإسراء. وهقول لك يعني ايه الإسراء بعد كده. أما رحلة المعراج فاتذكرت في سورة النجم، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، صدق الله العظيم. طبعا هنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيوصف لنا ان كلامه مش جاي من هواه، ولكن كلامه دايما بوحي من المولى سبحانه وتعالى. وبعد كده بيقول لنا الحاجات اللي هو شافها في رحلة المعراج، وان هو بصره ما زغش، وان هو بما معناه ما تلبستش عليه الامور. ده لو انا فاهم الايه صح، يعني في سوره النجم. يعني ايه بقى اسراء ومعراج، او يعني ايه الاسراء والمعراج؟ الاسراء بتعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام انتقل من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى بيت المقدس أو المسجد الأقصى في بيت المقدس بصحبة سيدنا جبريل عن طريق دبة البراق اللي هنتكلم عنها بعد شوية. ودي كانت الوسيلة اللي ركبها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أو استخدمها في رحلته الأرضية اللي بتسمى الإسراء. أما المعراج فهو إن من البيت المقدس عرج الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام عشان نبقى بنقولها صح، عن طريق سيدنا جبريل للسماوات العلى في رحلة كانت الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي مطلوب فيها، مش هو اللي طلبها. يعني احنا سيدنا موسى في يوم من الايام او في وقت من الاوقات زي ما ربنا ذكر لنا طلب انه يشوف ربنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال له ينظر الى الجبل، فيما معنى الايه اللي احنا بنشوفها: لو الجبل استقر هيقدر ان هو سيدنا موسى يشوف ربنا، لكن لو الجبل ما استقرش يبقى خلاص. وفعلا لما ربنا تجلى للجبل، الجبل اتدك وخر سيدنا موسى عليه السلام صاعقا، فبالتالي ما قدرش ان هو يشوف المولى سبحانه وتعالى لحكمه يعلمها المولى. دي مش قصتي، مش هدخل فيها لاني مش فقيه، فمش حابب ان انا ادخل في نقطه زي دي. المنطقه اللي حصل فيها كده طبعا كانت في جبل الطور او على جبل الطور في سيناء الحبيبه في مصر اللي انا منها وبتشرف بده. أما عن أسباب الرحلة دي فهي ليها كذا سبب. السبب الأول هو أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما حصلت الرحلة دي كان بيعيش في عام اسمه عام الحزن. عام الحزن ليه اتسمى كده؟ لأن الرسول فقد فيه صلى الله عليه وسلم 2 من أحب الناس لقلبه، واللي كانوا مش بس هو بيحبهم وقريبين ليه، ولكن كانوا بيعينوه في أمر الدعوة سواء داخليا أو خارجيا. داخليا على مستوى بيته وحياته الشخصية، لأن هنا بنتكلم على زوجته اللي هي السيدة خديجة بنت خويلد، فهنا بنتكلم على زوجته، هما الاتنين قريبين من بعض، فكانت بتعينه بشكل كبير وبتدعمه، وهي اصلا اول من امنت بيه او امنت بدعوته يعني بمعنى اصح. وعمه على المستوى الخارجي اللي هو على مستوى قريش وعلى مستوى الناس اللي بره اللي حاولوا دايما ان هم يأذوه كده، عمه ابو طالب. فالاتنين كانوا بالنسبة له شخصيات مهمة جدا في حياته، فماتوا في نفس العام، وده كان شيء صعب بالنسبة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وعمه كمان كان داعم ليه، رغم ان عمه ما امنش لحد ما مات، ما امنش بدعوة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وما دخلش الإسلام، ولكنه كان داعم بشكل كبير جدا، وما كانش بيتقبل ولا بيقبل ان حد يأذي الرسول عليه الصلاة والسلام او حتى يفكر ان هو يأذي الرسول عليه الصلاة والسلام. فدي حاجة بالنسبة للرسول أحزنته جدا، وكانت دي من أسباب اللي خلت الرحلة دي تحصل، عشان هو يحصل عنه تخفيف شويه. تاني حاجه هو ان كان الرسول عليه الصلاه والسلام راح يدعو اهل الطائف وما كانش معاه حد من الصحابه، فلما راح عشان يدعوهم اذوه وخلوا سلطوا نسائهم والاطفال والسفهاء بتوعهم ان هم يحدفوه بالطوب لحد ما دميت رجليه الشريفتان، اتعور بمعنى اصح. وقال الدعاء الشهير اللي كلنا فاكرينه، اللي هو بيقول فيه: اللهم اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي، الى اخر الدعاء. وقتها طبعا ربنا سبحانه وتعالى بعت له سيدنا جبريل ومعاه ملك الجبال، اللي قال له لو شئت ان انا اطبق عليهم الاخشبين، اللي هو اخلي الجبلين ينطبقوا عليهم.
فيتدمروا ويهلكوا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق في قول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرسول قال له بما معناه إن عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وقد كان تحقق فيهم اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس دي خرج منهم بعد كده فعلا ناس بتعبد الله وما بتشركش بيه، وهكذا. ثالث سبب هو ان كان الله سبحانه وتعالى رايد انه يوري الرسول عليه الصلاه والسلام قدره وقيمته عند ربنا سبحانه وتعالى ويكرمه، او ده كان اكراما ليه. وكمان كان عايز يوري له من الايات زي ما ربنا بيذكر لنا كده في القران، انه يوري له من ايات ربه الكبرى، عشان دي هتعينه في امر الدعوه والصعوبات اللي هو بيشوفها. لما بقى هو شافه في الرحله دي من مقابلته للانبياء ومن المواقف والحاجات اللي شافها بتحصل لأهل الجنة وأهل النار، فبالتالي ده كان بيساعده بشكل كبير جدا في دعوته اللي هو مقبل عليها. أما عن توقيت الرحلة فاختلف علماء المسلمين في ده، لكن في حاجة أرخها حد اسمه الزهري، قال بأن الرحلة دي حصلت قبل عام 1 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة، وتحديدا في ليلة 27 رجب من العام رقم 12 لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، او بمعنى اصح حصلت بعد الحادثه اللي انا حكيت لك عليها بتاعه الطائف وايذاء المشركين والكفار للرسول عليه الصلاه والسلام لما راح الطائف. اما عن احداث الرحله دي فبيقول البخاري او ذكر البخاري في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان نايم مستلقي على ظهره، فجاه ينشق السقف بتاع المكان اللي هو نايم فيه او البيت اللي هو نايم فيه، ونزل ملكين على هيئه بشر واخدوه المنطقه اسمها الحطيم بجانب زمزم او بجانب بير زمزم بمعنى اصح، وشقوا صدر الرسول عليه افضل الصلاه والسلام واخرجوا قلبه الشريف وغسلوه بماء زمزم، وبعدين ملؤوه بالايمان والحكمه. دي كانت تهيئة من رب العالمين سبحانه وتعالى للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عشان يقدر يتحمل الحاجات اللي هيشوفها في الرحلة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان هيشوف حاجات إلى حد كبير غريبة بالنسبة له، ان هو يطلع للسماوات وان هو يشوف الملائكة ويشوف الرسل اللي سبقوه قبل كده ويشوف حاجات كتير. دي كانت محتاجة تهيئة معينة من رب العالمين. وفي أحد علماء المسلمين اللي اسمه ابن حجر أو ابن حجر بيقول ان الموضوع ده من المسلمات اللي لازم ناخد بيها، ما نبصلوش ان هو خارق للعاده، لانه هو خارق للعاده بالنسبه لنا احنا، لكنه بالنسبه لرب العالمين ما فيهوش اي حاجه خارقه للعاده، ده هو كن فيكون. دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا هنا مش بنتكلم ان اللي عمل معاك كده هم بشر، فبالتالي نقول ده ما كانش التقنيه وقتها واطباء، هم لا هم اطباء ولا حاجه، هم ملائكه مكلفين من ربنا، وربنا عارف ان هم قادرين يعملوا الحاجه اللي هو كلفهم بيها، لانه الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ده كلام ربنا في وصفه للملائكه. فبالتالي احنا ملناش ان احنا نسال عن الكيفيه كانت ازاي، طب ازاي ده حصل، طب ليه، طب ازاي، لا ملناش علاقه بده خالص. احنا لينا ان احنا نسلم بان ده طالما اتذكر انه حصل واحنا متاكدين ان هو صح، يبقى نسلم بان ده صح، ولان هو بالنسبه لنا زي ما قلت مش حاجه غريبه على رب العالمين، ده حاجه سهله جدا وبسيطه، بل اسهل من السهوله وابسط من البساطه، فلازم ان احنا نسلم بده. بعد كده الرسول عليه الصلاه والسلام قابل سيدنا جبريل، واللي كان معاه دبه البراق اللي انا قلت لك عليها من شويه. الدبه دي يقال ان هي اصغر من الفرس واكبر من الحمار، وان المدى اللي بتقدر تمشيه يعني تقدر تقول سرعتها جايه من فكره سرعتها قد مدى بصرها. يعني لو فرضنا جدلا ان بصرها بيجيب 100 كيلو، لو ما بتبص كده عينها بتجيب 100 كيلو، ده خطوتها على قد بصرها، او حافرها بيمتد على قد بصرها. فركب الرسول صلى الله عليه وسلم الدبه وانطلق في الرحله بتاعته الاولانيه هو وسيدنا جبريل اللي هي رحله الاسراء، وراحوا من زي ما قلت لك البيت الحرام في او المسجد الحرام في مكه المكرمه للمسجد الاقصى في بيت المقدس. لما راح هناك الرسول عليه الصلاه والسلام ودخل المسجد لقى الانبياء موجودين هناك، يقال ان هم الانبياء اجمعين، وده الراي اللي انا بميل بيه، لان هو يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى بالانبياء هناك ركعتين، فهم مش معقوله يبقى نبي دون نبي، هو صلى بيهم اكيد اجمعين. دي النقطه الثانيه، لما طلع بعد كده في رحله المعراج ان طلع هو وسيدنا جبريل، او سيدنا جبريل بمعنى اصح صعد بسيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام للسماوات المختلفه، وبرده في كل سماء شاف تاني او قابل مره تانيه الانبياء اللي كان في كل سماء بيقابل نبي من الانبياء او عدد منهم يعني 2 أو 3 بيقابلهم بشكل مختلف، وكانوا دايما بيسلموا عليه وبيرحبوا بيه. تمام. ان هو طبعا بالنسبه لهم هو امام الانبياء، وهو بالنسبه لنا كلنا هو امام الانبياء وسيد الاولين والاخرين. ويقال اصلا في احد العلماء اللي كان بيقولوا دي رايي انا بميل بيه، لو كان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام او الانبياء كلهم مجتمعين، او شاء ربنا ان هم يجتمعوا في زمن واحد او مكان واحد، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام موجود معهم، هيتبعوه وهيؤمنوا بدعوته، لان اصلا هي من البدايه دعوتهم كلهم واحد. تمام.
فدي نقطة مهمة جدا. فقابل الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لك الأنبياء، وبعد كده عرض عليه اللبن والخمر، فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام اللبن. فاتقال له من سيدنا جبريل ان انت كده اصبت الفطرة، او ان انت كده يعني لو كنت شربت الخمر كانت امتك هتهلك من بعدك. بعد كده صعد سيدنا جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام لسدرة المنتهى. سدرة المنتهى هي مكان ما وصلوش حد من البشر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هيوصل له حد من البشر بعديه. دي قصة يعني منتهية وخلاص، والكلام فيها مش محتاج الناس اللي بتقعد تقول لك طب يا ترى هو صعد بروحه بس بجسده بس، مالناش علاقة، لا، هو صعد بروحه وجسده. مفيش حاجة اسمها صعد بروحه بس ولا بجسده بس. علماء كتير فسروا اصلا القصة دي وقال لك هو صعد روحا وجسدا، وكان فايق ما كانش حلم. ففي اللحظة دي ساب سيدنا جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام وتراجع بمعنى أصح. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأله أنت ليه بتسيبني في اللحظة دي أو في المكان ده؟ فسيدنا جبريل قال له إن لو تقدمت لاخترقت، ولو تقدمت أنا لاحترقت. بما معناه يعني سيدنا جبريل من الحاجات الجميلة في الرحلة دي إن أنت تشوف إن كل حد عارف قدره. سيدنا جبريل رغم إن هو حد من الملائكة اللي ليهم قدر كبير جدا، إلا إن هو عارف إنه لو عدى الحتة دي خلاص هو مش هينفع إنه يعديها، مش مأمور إنه يعديها، ما معهوش الإذن. يعني لو جاز لي التعبير إن أقول ما معهوش اذن انه يعدي من الحته دي، فخلاص هو وقف في المكان ده. فهنا برضو احنا بنتكلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام زج بيه في الانوار الالهيه، واتكلم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. الكيفيه كانت ازاي دي مش بتاعتنا، يعني مش برضو عشان ما ندخلش في حته مش بتاعتنا، الكيفيه دي مش قصتنا احنا خالص. وابتدى ربنا سبحانه وتعالى يفرض الصلاة، أو فرض العبادة اللي اتفرضت علينا كمسلمين في السماء هي عبادة الصلاة. ولذلك هي من العبادات اللي ما بتسقطش عن الإنسان بأي حال من الأحوال، إلا لو هو بقى مجنون أو مات أو عنده حاجة فعلا بتمنعه إن هو يبقى فايق وهو بيعمل الحاجة دي. فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة اللي اتفرضت علينا في السماء كانت 50 في العمل و50 في الأجر. فطبعا دي كانت كتير جدا. سيدنا موسى بدأ يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم كل مرة انه يطلب من الله التخفيف، لأن سيدنا موسى بكل بساطة اتعامل مع البشر قبل سيدنا محمد، بل ان هو اتعامل مع أسوأ أو أصعب نوعية من البشر وهم اليهود. فدول متعبين جدا وجدليين، وأكيد كلنا قرينا في القرآن المرات الكتير اللي تعبوا فيها سيدنا موسى. ففضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يطلب التخفيف من الله لحد لما في الآخر استحى إن هو يطلب، لأن هي بقت وصلت خلاص 5، فهيطلب إن هي تقل إيه تاني. فسمع هنا رب بقت 5 في الأجر، أو 5 في العمل و50 في الأجر. فدي طبعا كانت حاجة عظيمة جدا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إن إحنا يبقى عندنا حاجة زي دي، إن إحنا بنصلي بس 5 صلوات لكن الصلاة الواحدة بنجازى عليها بمقام 10 صلوات. دي حاجة عظيمة جدا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكريم للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولأمته طبعا بعديه. شرف عظيم لينا إن إحنا من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن المشاهد اللي شافها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو شاهد أو شاف ملك خازن النار، وشاف مشاهد من أهل النار اللي بيتعذبوا زي أكلة الربا وأكلة مال اليتامى والمتبرجات والكلام ده كله، وشاف ناس من اللي بتتنعم في الجنة، برضو شاف مشاهد من اللي هي ليها علاقة بالجنة. كل دي زي ما قلت لك عشان تبقى آيات تخليه يعينه في الدعوة بتاعته، وتخليه يتحمل الصعوبات اللي هو بيشوفها أو شافها وعاناها، واللي لسه ممكن يكون هيشوفها وهيعانيها. لحد كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها عن رحلة الإسراء والمعراج. مبسوط جدا إن الله طول في عمري واداني العمر إن أصور الفيديو ده. إن شاء الله بإذن الله تبقوا بتتفرجوا عليه في اللحظة دي. لو أنت وصلت للحظة دي مشكورا من الفيديو وكملته، أنا مبسوط جدا من ده. انزل اشترك وفعل الجرس، وما تنساش تكتب كومنت يشجعنا أكمل. إن شاء الله مكملين من الحلقات الجاية عادي جدا في قصة الأنبياء.